تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض جبنة كده بطريقة سهلة وبسيطة، وبصوا هتطلع تحفة معاكم، كريمية كده وطبيعية. كفاية ان انت عاملاها في البيت بقى من غير زيوت نخيل ولا دهون مهدرجة ولا اي حاجة. حلوة قوي وهتعجبكم جدا. ونغير بقى من طعم الجبنة القريش شوية. خلاص، انا هنا جبت نص كيلو من الجبنة القريش. طبعا بتجيبي الجبنة وتغسليها حلو قوي. خلاص، هنزل بقى فيها كده في الكبة، وهجيب مج كبير من اللبن وهنزل عليها. انا هنا عايزاها بطعم الفلفل، فهحط فلفل رومي وفلفل سبايسي. انتي عايزاها بقى مثلا بالشطة حطي معلقة شطة، عايزاها بالزيتون حطي زيتون شيدر او رومي، حطي قطعتين منها على الخليط كده، الطعم اللي انتي بتحبيه وبتفضليه اعمليه. خلاص، انا هنا عايزاها بالفلفل فحطيت رومي وسبايسي. هضربها بقى كده حلوة قوي لغاية اما تنعم معايا وتبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. خلاص، انا هنا دقتها حسيت انها عايزة سنة ملح عشان الجبنة القريش كانت دلع، فنزلت كده بسنة ملح وهضربها تاني وبقت جاهزة معانا بقى. جربوها تعجبكم جدا. هاتي بقى علب كده، بصوا دي العلب اللي كان فيها اصلا الجبنة. يعني بصوا، بنجيب النص كيلو برقم النص كيلو بقى الجبنة القريش مع كوباية لبن، يعني حاجة لا تذكر كده. طلعت لنا كيلو من الجبنة الكريمي الطبيعية. ونركز بقى في الطبيعية دي لان هي بأرقام فلكية يعني بتعدي. بصوا، كل علبة معدية 400 جرام، يعني الاتنين يعتبر كيلو اللي حاجة بسيطة. وكفاية ان انتي عاملاها في البيت ومضمونة. هنا بقى انا هحط على وشها زيت لان دي هتقعد شوية. وفي واحدة بقى اللي هنستعملها على طول دي مش هحط عليها زيت بقى. خلاص، بصوا بقى طبيعية وطعمها تحفة وفيها قطع فلفل كده. يعني الفلفل مدبش قوي، فيها قطع كده زي اللي بنجيبها من بره. بجد رهيبة، جربوها هتعجبكم جدا. وبس كده حبايبي، خلصنا فيديو النهاردة.